يا رب، لا تجعل سعادتي أو حاجتي بيد مخلوق من عبادك، ولا تجعل ضعفي أو انكساري إلا لك وحدك. يا رب، لا تحوجني لأحد، ولا تجعلني عبئا على أحد، واجعلني غنيا بك عمن سواك. يا رب، لا تريني عيبا في نفسي كرهته وبغضته في غيري، واجعلني ممن يرون عيوبهم ويصلحونها ولا يدافعون عنها. يا رب، إني أستودعك لساني، فلا تجعله يغتاب إنسانا، ولا ينطق كذبا، ولا يقول قولا أندم عليه يوم ألقاك. يا رب، لا تجمعني بمن يضمر الشر لي، لا حلما ولا صدفة ولا واقع، ولا تشغل عقلي بما يقلقه، ولا قلبي بمن لا يرحمه، ولا وقتي بما لا ينفعه. وكن لي وكن معي، واجعلني بك أقوى وبك أغنى عن العالمين. يا رب، لطفك وعفوك ورحمتك ومغفرتك ورضاك والجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقى جالي غياب، فضلت غايبة عنكم كتير، رجعت لكم في فيديو جديد. يلا بينا كده نصلي على النبي ونشوف هنعمل ايه. وهنعمل الأكلة اللي ما يختلفش عليها اتنين في عز الصجعة والبرد والشتاء. محتاج ان احنا نعمل شوية محشي يدفوا كده ايه في عز الشتاء. هنسلق مع بعض المحشي الكرنب كده زي ما انتوا شايفين، هنقطعه وهنسلقه وهنطبخه كده سوا، وهنتفرج كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه. يلا نخش بينا على الفيديو. قبل ما نخش ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس ليوصلكم مني كل جديد يا احلى متابعين. هنبدأ ونقول بسم الله. قطعنا الكرنبة زي ما انتوا شايفين كده، كرنبة ولا هي كبيرة ولا هي صغيرة، وسط. وحطيت مية على البوتاجاز بتغلي، وحطيت فيها شوية كمون علشان تشيل بيبقى الكرنب له ريحة كده، تحش الريحة منه. فشوية الكمون اللي هترميهم في السلقة بتفرق معاها في الريحة وبتخليهاش إلها ريحة ولا أي حاجة. هسلق كده الكرنبة وهطلع واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، يعني الكرنب في الشتاء بيكون ملفوف وحلو جدا جدا جدا. هبتدي كده نسلقها وهطلع منها ورقة ورقة كده، وهنبتدي نحشي كده مع بعض. بس أهم حاجة ما تنسيش شوية الكمون اللي هتحطهم في السلقة. هطلع كمية الورق كده كل ما اللي معايا وهسيبهم وهسلق الكرنب. وتعالى بينا كده ايه نشوف هنعمل الصلصة بتاعت المحشي ازاي. دي السمنة ديت مش سمنة ولا هي دهنة، ديت البط. لما كنت عاملة بط، فالشوربة بتاعت البط بيكون عليها سمنية جامدة كده، فرحت قشطاها حطها في التلاجة، ورحت قشطاها زي ما انتوا شايفين كده وعيناها في التلاجة لما اجي اعمل محشي. فاصل احنا ما بناكلش المحشي ديت ايه الا كل فين وفين. فعشان اعمل بها المحشي زي ما انتوا كده شايفين جبتها وهسوي بها المحشي. بتخلي ريحة المحشي تحفة. اوعي ترمي شوربة بط يكون عليها وش، تشيل الوش وتحطيه في الفريزر، وعايزة ترمي الشوربة ارميها، مش هتفرق معانا. اللهم صل عليك يا نبي. فرمت الطماطم وصفيتها، وخرطت البقدونس والكزبره والشبت. لو حابه تحطي كزبره حبي، لو مش حابه بلاش. انا ما بحطش كزبره طبعا، انا بحط شبت وبقدونس بس. وحطيت الطماطم يدوبك البصله تدبل بس، لان مش عايزاها تكون محمره او هي صفرة، انا عايزاها تكون تدبل بس. تبلت البصله كده معايا، وهبتدي اضيف عليها الطماطم وهسيبها تتسبك. وفي الخطوه ديت حطيت لها معلقه فلفل احمر مطبوخه علشان تكون حمرا. معايا الفراخ كده انا مقطعاها، هبتدي احطها عشان تاخد صدمه على النار، وهشوحها واحط لها البهارات بتاعتها: ورق لورا، حبهان، كمون، فلفل اسمر، 7 بهارات، كل حاجه. وهحط برضو على الصلصه بنفس اللي انا هحطه هنا هحطه هنا. وضفت بصلايه كده زي ما انتوا شايفين كده، وهضيف كمان شويه طماطم، وهسيبها تاخد وتدي مع بعضها كده على الناشف. اول ما تجرب تستوي هزودها ميه مغليه. هغطي عليها بقى واسيبها. اللهم صل عليك يا نبي. وادي التسبيكه برضو اهو، بحط الكمون والفلفل الاسمر والسبع بهارات. وفي كمان حاجه بتنباع عند العطار بتخلي المحشي تحفه، بهارات المحشي. يقول له انا عايزه بهارات للمحشي، هيروح مديهالك، بتخلي المحشي تحفه تحفه تحفه.
انا حطيت منها كمان، وهبتدي زي ما انتم شايفين كده، شايفين اني غسلت الكرنب حلو كويس، وبعد كده هبتدي اقطعه. بتقطعيه على حسب التقطيع اللي انت عايزاها، على 4 صوابع. دي معايا كده فصين 3 توم دجاهم، وهحطهم نيين بعد ما انا طفيت على التخديع. بعد ما تطفي بقى على التسبيكه بتاعتكي، تضيفي التوم والبقدونس كده، والشبت. التوم بيديله نكهة فظيعة فظيعة، بس تحطيه ني زي ما انت شايفة كده، يعني ما تسويهوش. وابتدي احط كل البهارات بقى، واحط بهارات المحشي اللي هي ايه، اللي انا جايباها من عند العطار، والكمون والفلفل وكل ايه، ومعلقة صغيرة من الكركم بالشكل ده. وهبتدي هقلبهم مع بعض واسيبهم، وهكون اغسل الرز كويس جدا واصفيه، وهبتدي اضيفه عليه بالشكل ده. دي كله وانا مطفيه النار، لا تفكروا ان انا مولعه عليه، انا مطفيه النار بس بقلب كل حاجه على البوتاجاز. هبتدي بقى افرش ارضيه الحله كده معايا، ورق اللي هو الاخضر اللي انت ايه، اللي احنا ايه مش بنحشيه. هبتدي كده افرده، وبعد كده هحشي ورق الكروم زي ما انتم شايفين كده. بحط الحبه واروح ايه برميها، سهل جدا. هحشي كمان معاكم علشان تشوفوا. هعمل 1 و2، بحطش الورقة كده على ايديا، واحط فيها شوية رز صغيرين وابرمها. هعمل كمية بقى، انا مش قعدت واقفة على البوتاجاز، انا نزلت على الارض وفرشت وايه وحشيت. بعد كده هحط طبق زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ايه اسقي وش الشوربة. زي ما انتم شايفين الشوربة ما شاء الله، الفراخ سمينة حلوة خالص، واحنا حاطين دهن البط كمان في المحشي ما شاء الله، بيخلي المحشي تحفة. بتهزي كده الحلة عشان الشوربة توصل لتحت لفوق، كلها تبقى مسوات بعضها. هضيف كمان شوية دوبك الشوربة تغطي المحشي علشان يطلع معاكي مفلفل وكويس. اهي دوبك كده ايه غطاها. هضيف كمان ايه اغطي عليها واسيبها بقى تستوي كده. ايه معايا الفراخ خلصتها وحمرتها بالشكل ده، وشايفين المحشي طالع تحفة، لونه جميل، والواحدة واختها، ولا هو معجون ولا هو ملفوف ولا في اي حاجه. هفضيه معاكم اهو، وهتشوفوه ما شاء الله تحفه. انا بهز كده الحله علشان ينزل مره واحده. شايفين ما شاء الله جميل جدا، ولا هو ملبوك ولا هو واحده وماسكه اختها، كل واحده لوحدها. شايفين جميل جدا ما شاء الله تحفه. وادي الفراخ، ودي كانت اكلتنا النهارده. وان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس ليوصلكم مني كل جديد يا احلى متابعين. والسلام عليكم، والى اللقاء في فيديو جديد.